المهم اول حاجه كنشكر المنتخب الوطني النسوي وكنشجعوا المنتخب الوطني النسوي وديما مغرب، وكنتمنى ان شاء الله باذن الله علاش لا نديو لاكوب ياك. وكنا فخر، كنا اعتزاز بالمغربيه ديالنا، وفيف لو ماروك. بالنسبه للكره النسويه في المغرب هو زعما حدث جديد ما عمرنا ما شفناه، ولكن تبارك الله عليهم لعبوا مزيان وتاهلوا. زعما كنحاولوا ما امكن زعما المغرب كامل يشجعهم. بالنسبه للتاهل ديالهم هو كيتصابر ان التاهل تاريخي في الكره المغربيه. الصراحه انا كنتمنى لهم التوفيق وكنتمنى لهم حظ سعيد، وكنتمنى يطلعوا لينا بلادنا ويشرفوا بنا صراحه. كتشوف غيكون في الدور الثاني العالم؟ نتمنى تكون شي حاجه زوينه وصافي. الحمد لله المنتخب داز معتبر وتفرجنا في واحد الماتش مزيان، يعني رغم من هذاك الماتش اللي خسروا مع المانيا زعما غير خسروا، الحمد لله عندنا منتخب مزيان الحمد لله وفرحونا. المنتخب عجبني بزاف يعني الخطه ديال البنات كانت مزيانه، كانت خطه مزيانه. كان الماتش ضروري غادي يربحوا لنا الحمد لله. كان عندهم واحد مؤهلات كبيره في الماتش الحمد لله. الماتش كله كان ديال الفريق الوطني الحمد لله. كنشوف زعما كان المورال طالع على المغاربه، فهمتي، نتمناو فهمتي. كنشوف بحال الكبار ديالنا حنا كنا شكون قال غادي يوصل للكتر هما الرابعين في العالم ولا هادي تما. يعني المهم المورال دابا طالع دابا يقدروا يكونوا مزيانين فهمتي من القدام. وباش نقولوا هذيك كلشي كان مزيان كيتقاتلوا، يعني ديك الكرينتا كما تنقولوا زعما داك الشيء ديال حب الوطن يعني بان فيهم الصراحه. هنيئا للمنتخب الفتيات على هذا الانتصار، وحنا ديما تنقولوا بان احنا مغاربه كلنا طماعه بدون ما نكذبوا ونضرقوا الشمس وغربال. عرفتي علاش حنا طماع؟ ديما كنبغيو المزيد والانجاز ديالهم غيعطي الثمار من طنجه للقويره. كنطلب من المغاربه كل شيء يشجع الفتيات باش يعطيو واحد الثمار ويعطيونا واحد النتيجه ونفرحوا بحال المنتخب. الماتش داز بخير وعلى خير، الماتش كان زوين وحتى اللياقه البدنيه ديال الدريات اللهم بارك. الماتش زعما ما نعاودش لك، وكنتمناو يمشيو في هذه المسيره هذه وما نكرهوش كاع يمشوا للفينال.